يا جماعه انتوا مش شايفين موضوع امام عاشور ده موضوع فيه افور شويه؟ يعني ما خلاص يا جماعه، عمل حدث او عمل تصرف وخلاص. يعني بننام ونصحى الموضوع انتهى. بيقول لك تبات نار تصحى رماد. انا انتقدته وفي ناس اهلاويه انا بحبها وبقتنع بوجهه نظرها زي اسلام مهدي، وقفوا في صفه. يعني مش مشكله طالما النقد تمام، او ان حد يقف في صف تصرف محترم، خلاص مفيش مشكله. لكن هو في ايه بقى؟ ده النهارده يعتبر تالت يوم ولا تاني يوم الحوار. هو في ايه؟ الاعلام كله بيتكلم، مالكوش سيره يا جدعان غير امام عاشور؟ ده الموضوع افور وهبه قوي يعني. ولا واحد مين منى فاروق دي؟ الاقي لعيب كوره محترم طالع بيجيب سيره واحده. طب انت بتجيب سيره واحده ليه في الموضوع؟ يعني ده كوره واحنا رجاله في بعضينا يعني. ده ايه اللي عبث اللي موجود في الاعلام الرياضي ده؟ وهجوم رهيب على الولا. ما خلاص يا جماعه، الواد غلط وخلاص الموضوع انتهى. حتى لو ما غلطش الموضوع انتهى يعني. انتوا بتثبتوا لنا ان الواد عنده حق فنقفل على الموضوع يا جدعان. خلاص بقى يا جدعان، في ايه؟ شوفوا لكم اي اخبار تانية، شوفوا لكم اخبار الصفقات بتاعت الاهلي ايه، شوفوا لكم مشاكل نادي الزمالك ايه اللي عمال يروح يشحت من البنوك. البيان بتاع النادي الاهلي كلموا فيه. الاعلام الرياضي يا جدعان عليه علامه استفهام رهيبه من ناحيه امام عاشور. انا بدات اشك ان جنسيته مش مصريه يا جدعان. ندعم الواد شويه، نقف جنبه شويه حتى لو وحش. ده هو المشكله اللي هو في اخر 3 4 مباريات بقى حلو، والواد بقى حلو ولعبه حلو. وانا طلعت وانتقدت التصرف بتاعه وانتقدت توقيت احتفاله. ما كانش وقته يا امام عشان خاطر جمهور الزمالك كان لسه من يومين بيحيي ذكرى الشهداء بتاعت الاهلي. بس ندعم يا جماعه امام عاشور بعد اذنكم. في اي حد بينتمي للنادي الاهلي، اي حد بينتمي لنادي الزمالك، اي اعلامي بينتمي للنادي الاهلي، اي اعلامي بينتمي لنادي الزمالك، دعم امام عاشور. مش عايزين نعيد قصه احمد رفعت تاني الله يرحمه. يا ريت نتعظ.